السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى جمهور في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، ولسه في وصفاتنا الحلوة مكملين. هنعمل النهاردة ايس كريم سهل وسريع وكمان اقتصادي. هنعمله بالمية بس وكمان في الخلاط، يعني اي حد يقدر يعمله. لو بنوتة صغيرة شافت الفيديو هتقوم ورايا دلوقتي حالا تعمله. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير كتير عشان غيركم يستفيد. ولو اول مرة بتدخلوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل. يلا بينا نبدأ، بسم الله وعلى بركة الله. هحتاج معايا مانجايتين. انا مستخدمه مانجا نوعها زبديه، كنت مخزناها في الفريزر من الصيف اللي فات، طلعتها وهي مجمده ضربتها في الخلاط مع 4 معالق من السكر بدون اضافه ميه. وهحتاج معلقتين من مربى الفراولة، عليهم شوية من صوص الفراولة، ممكن نستبدلهم بفراولة متفرزة ونعمل نفس الخطوات بتاعة المانجا. وهحتاج معاهم كوباية من الكريم شانتيه البودر المحلى، انا مستخدمة نوع اسمه ريتش المتحدة، ممكن حضرتك تستخدمي اي نوع تاني تفضليه. معايا معلقة صغيرة من الفانيليا البودر، انا استخدمتها علشان خاطر مستخدمة معايا 4 معالق كبار من قشطة وش اللبن، انا كنت مخزناها عندي في الفريزر يعني مش شارياها جاهزة. تمام. الخطوه بتاعه القشطه والفانيليا دي خطوه اختياريه مش اساسيه في الوصفه بتاعتنا، هي بس فايدتها ان هي بتعزز الطعم بتاع الايس كريم، انما يعني هي مش اساسيه، ممكن نستغنى عنها. تمام. وزي ما قلت احنا هنستخدم معانا هنا الخلاط. جبت معايا الشفشق بتاع الخلاط وهبدا ان انا اضيف فيه كوبايتين من الميه. انا مستخدمه الاكواب بتاعه الشاي العاديه. تمام. ضفت كوبايتين من الميه، الميه اللي انا مستخدماها ميه ساقعه متلجه. تمام، يعني تكون خارجه من الفريزر. ومعايا هنا كوبايه زي ما قلت من الكريم شانتيه البودر، هبدا ان انا اضيف كده معايا الكريم شانتيه البودر، وهاخد الدرق بتاع الخلاط او الشفشق بتاع الخلاط معايا على الخلاط. هضربه شويه كده يا دوبك لغايه لما يبقى معايا بالقوام اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده هنا هبدا ان انا اضيف معايا القشطه بتاعه وش اللبن، وزي ما قلت دي خطوه اختياريه مش اساسيه، يعني ممكن تستغني عنها، مفيش اي مشكله اطلاقا. تمام. وزي ما قلت برضو هضيف معايا هنا معلقه صغيره من الفانيليا علشان خاطر القشطه بتاعه وش اللبن ما تعملش ريحه بس كده، يعني ايه، في الايس كريم بتاعنا. تمام، يعني اي منتجات البان بنستخدم معاها شويه من الفانيليا. بعد ما ضربتها معايا في الخلاط الفوليوم بتاعها عالي ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده. هبدأ بقى ان انا اقسم معايا الخليط. زي ما حضراتكم هتشوفوا انا قسمته هنا على تلتين في البولة، والتلت التالت سبته في الشفشق بتاع الخلاط زي ما هو، علشان خاطر الكمية بتاعة المانجا هستخدم عليها شوية اللي في البولة دول، لان كمية المانجا معايا اكتر من كمية الفراولة. وزي ما حضرتك تحبي، يعني ممكن تستخدمي اي نوع فاكهة متاح عند حضرتك، مش ضروري تستخدمي مانجا وفراولة زي ما انا عاملة، ممكن تستخدمي اي نوع فاكهة متوفر عند حضرتك، ما توقفيش نفسك على اي حاجة. تمام. بعد كده ضفت معايا هنا المربى مع صوص الفراولة في الخلاط، وهاخده على الخلاط وهضربه زي ما قلت برضو، هتشوفوا معايا القوام بتاعه ما شاء الله. كده الايس كريم بتاع الفراولة بقى جاهز معايا. هبدأ ان انا اجيب معايا علبة بلاستيك اللي هخزنه فيها في الفريزر، ممكن حضرتك تستخدمي اي علب متاحة عندك. تمام. العلبة اللي هي متاحة عندك ان انت تقدري تستخدميها في الفريزر عادي مفيش اي مشكلة، انا مستخدمة معايا العلبة ديت، العلب ديت بلاستيك صحي مفيش منه اي ضرر. هستخدمه، انا بستخدمه عامة للسخن وللبارد. هبدأ ان انا اضيف فيه الايس كريم بتاعي، كده معايا الايس كريم بتاع الفراولة جاهز. ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين القوام بتاعه تقيل وحلو ما شاء الله. هبدأ ان انا اخد معايا العلبة زي ما هي كده، انا حبيت ان انا اضيف عليها كده لمسة جمالية كده، يعني دي اختيارية برضو مش اساسية، ممكن حضرتك لو حابة ان انت تضيفيها مفيش مشكلة، او حابة تستغني عنها برضو مفيش مشكلة. ضفت شوية كده من صوص البلو بيري. تمام. النوع اللي انا مستخدماه دوت انا بستخدمه على طول في الحلويات، وحلو جدا وبيدي طعم حلو للحلويات. وممكن لو حضرتك عاوزة تعززي اللون بتاع الايس كريم بتاع الفراولة تضيفي عليه اللون الاحمر من الالوان الجل الغذائية. تمام، بس هو لما يدخل الفريزر اللون بتاعه هيطلع اغمق من كده، وهتشوفوا معايا كمان شوية. بعد كده هروح اجهز معايا بقى الايس كريم بتاع المانجا. تمام. خدت شويه من الكريمه اللي انا ضربتهم في الخلاط وكنت ضفتهم في البوله، بعد ما غسلت الخلاط رجعتهم تاني فيه. وبعد كده هبدا ان انا اضيف عليهم العصير بتاع المانجا البيوريه اللي انا عملته بدون اضافه ميه، زي ما قلت انا ضربته في الخلاط بالسكر بس بدون اي ميه. بعد كده هاخده معايا على الخلاط وهضربه معايا ضرب متواصل لمده لا تقل عن 3 دقايق، لغايه لما يبقى ميكس كويس جدا مع بعضه كده زي ما حضراتكم شايفين. اللون بتاعه برضو حلو جدا، ولو حضرتك برضو عاوزة تعززي اللون زي ما قلت برضو لو عايزة تضيفي عليه لون جل غذائي اللي هو اللون الاصفر بتاع اللي بيدي لون المانجا، مفيش اي مشكلة. تمام. بس انا برضو بقول لحضرتك ان انت اول ما تشيليه في الفريزر وتخرجيه هيطلع اللون بتاعه اغمق من اللون اللي حضرتك شايفاه دلوقتي. تمام، يعني هو اول لما بيتشال في الفريزر وبيجمد اللون بتاعه بيغمق، سواء ده او سواء الايس كريم بتاع الفراولة. بعد كده هشيله في الفريزر وهبيته معايا ليلة كاملة، انا عملته من بالليل وده شكله تاني يوم الصبح. ما شاء الله زي ما قلت اللون بتاعه حلو جدا، ما كانش محتاج معايا الوان جل خالص.
اللون بتاعه بقى لون اغمق ولون اوضح. ده كده الايس كريم بتاع المانجا، وده الايس كريم بتاع الفراوله زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله. بس لازم يتجمد كويس جدا في الفريزر، يعني زي ما قلت يفضل ان انت تبيتيه ليله كامله. دي اضافه كده من عندي انا للاولاد، يعني علشان افرحهم كده بالايس كريم، لان انا ما لقيتش الصوابع بتاعه الفلوتس في السوبر ماركت، فاستخدمت المارشميلو الملون دوت اللي هو شكله زي صوابع الفلوتس اللي هي اللي بتتباع في السوبر ماركت. تمام. هبدا بقى ان انا اجهز معايا الكاسات اللي انا هغرف فيها الايس كريم، وجبت معايا البوله بتاعه الايس كريم، وهبدا ان انا اخد كده بالمعلقه او بالبوله بتاعه الايس كريم. طبعا علشان هو متجمد فمحتاج ان احنا نضغط على البوله كويس جدا علشان خاطر نبدا ان احنا ناخد منه كده زي ما حضراتكم شايفين. ده هو في الاول بس كده في اول يعني في اول بوله بيكون جامد بس شويه لغايه لما ايدك تاخد عليها في الاستخدام. لو مش متاح عند حضرتك البوله بتاعه الايس كريم ممكن تستخدمي المعلقه، مفيش اي مشكله، اللي هي معالق الطعام اللي هي الكبيره العاديه. تمام. يعني مش ضروري جدا ان احنا نستخدم البوله بتاعه الايس كريم لو مش متاحه عندنا. زي ما حضراتكم شايفين انا جربت معايا هنا الكاسات ما شاء الله شكلها حلو جدا، والميكس بتاع اللون بتاع الفراولة والمانجا حلو جدا وتحفة. يعني اي حد بيحب المانجا مع الفراولة، مفيش حد مننا ما بيحبش المانجا ولا الفراولة. تمام. القوام بتاع الايس كريم ما شاء الله والخرفشة اللي موجودة فيه شكلها حلو جدا. طبعا انا عايزه اقول لكم والله العظيم يعني طعمه احلى من الجاهز بكتير، وطبعا حاجه يعني صحيه واقتصاديه. احنا ما ضفناش معانا لا حليب محلى مكثف، ولا ضفت معايا كريمه لباني، ولا ضفت معايا حليب. انا عملته بالميه وفي الخلاط زي ما حضراتكم شايفين. ما شاء الله القوام بتاعه حلو جدا. بس يفضل ان احنا لما نيجي نعمله يعني نعمله وناكله على طول، ما نستناش عليه طبعا لان الجو حار فبيسيح مننا بسرعه. تمام. حبيت برضو ان انا يعني ادلعهم كده شويه، حطيت لهم شويه من صوص النوتيلا. ده انا كنت مستخدماه معاكم في حلويات كتير قبل كده، هسيب لكم اللينكات بتاعه الحلويات كلها في صندوق الوصف، للي حابب يتفرج على اي وصفه من الحلويات يرجع لها ويشوفها. حلو جدا طعمه وشكله ما شاء الله يفتح النفس، وحلو جدا برضو يعني بيفرح الاولاد. طبعا كلنا في حر الصيف ده بنبقى محتاجين حاجه ترطب على قلبنا، فما فيش احلى ولا ألذ من الايس كريم اللي احنا بنعمله في البيت. طعمه احلى واوفر وكمان اقتصادي واي حد يقدر يعمله. بعد كده جبت معايا البسكوتات بتاعه الايس كريم. انا حابه اقول لكم والله ان ده تاني يوم، يعني انا صورت المقطع اللي حضراتكم شايفينه ده تاني يوم غير المقطع الاولاني، علشان خاطر الاولاد معايا كان نفسهم يجربوه بالبسكوت. انا اشتريت البسكوتات بتاعه الايس كريم ديت من عند محل بتاع ايس كريم بيبيع البسكوته الواحده ب2 جنيه. تمام. اشتريت معايا شويه كده من البسكوت، يعني حوالي 10 من البسكوتات علشان افرح الاولاد برضو، اعمله لهم زي اللي بيتباع في العربيات بتاعه الايس كريم او في محلات الايس كريم. ما شاء الله عايزه اقول لكم طعمه حلو جدا كمان بالبسكوت، يعني كانك شاريان من بره، مفيش اختلاف عن اللي احنا بنشتريه من بره. شوفي دلوقتي لو حضرتك هتروحي تشتري الايس كريم دلوقتي من بره، شوفي البوله او الايس كريم البسكوته بالبولتين ديت يعني بسعر يعني ما شاء الله. يعني احنا بنعمل في البيت حاجه حلوه واقتصاديه وموفره وبنفرح بيها اولادنا. عايزه اقول لكم والله ان انا خليت العلب بتاعه الايس كريم بره، كان الاولاد ما شاء الله عندي خلصوا البسكوته اعمل لهم بسكوته غيرها. تمام. يعني بس برضو نخلي بالنا يعني ما تغلطوش الغلطة اللي انا وقعت فيها، ان انا سبت العلب بتاعة الايس كريم بره في الحر. يفضل ان احنا نشيلها في التلاجة لو هنستخدمها باستمرار، يعني مش ضروري ان احنا نحطها في الفريزر، بس ما تسيبوش العلب بتاعة الايس كريم بره. تمام. عملت برضو للاولاد ايس كريم الكنتالوب، عملته بفاكهه الكنتالوب اللي موجوده في السوق، بس دوت انا ضفت عليه لون جل غذائي اللي هو اللون الاخضر علشان خاطر يعزز معايا اللون. انا عايزه اقول لكم والله يعني حلو جدا وعجب الاولاد جدا وطعمه مميز جدا. طبعا انت بتاكلي فاكهه طبيعيه بدون اي مواد حافظه، بدون اي يعني اضافات ما تعرفيش ايه مصدرها. عايزه اقول لكم ما شاء الله الاولاد عندي يعني كانوا واقفين ورايا وانا بصور بيخطفوا مني الايس كريم خطف. ربنا يحفظ اولادنا جميعا، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم وربنا يحسن ما بين ايديكم. اتمنى ان انتوا تعملوا لي لايك وشير للفيديو علشان اكبر عدد من الناس يستفيد، وتعملوا لي اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل فيديوهاتي اللي بقدمها لكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.